لوين رايحين لوين؟ على الساحل، والله على الساحل جايكم يا عبصات. نعوّ لك كنيتكم اشتهيتوا للتعوي. هدول ضباط وعناصر من نظام الأسد البائد، بالأخص مختصين بأفرع المخابرات. هدول حاليا متواجدين في منطقة دير حافر، وعم بيهدد انه بده يجي على الساحل، وشاف بعينه كل شيء. مجرمين ايش صار فيهم. هيئة العمليات العسكرية تعلن بأن منطقة دير حافر ومحيطها منطقة عسكرية، وأي تجمع لميليشيات قسد وميليشيات قنديل هي هدف رئيسي وأساسي لوزارة الدفاع. نهيب بأهلنا المدنيين المتواجدين بالقرب من المناطق العسكرية التي تتواجد فيها ميليشيات قسد الابتعاد عن أماكن تجمعاتهم، وأي تجمع وأي حشود جديدة لميليشيات قسد المنطقة التي تتواجد فيها ابتعاد المدنيين عنها. على ما يبدو بأن الميليشيات القنديلية عم بتدق آخر مسمار بنعشها لميليشيات قسد بعد الأوامر القنديلية بأنه تتوجه هي الحشودات باتجاه دير حافر، بدل من أنه ميليشيا قسد تعمل على تطبيق الاتفاقات مع الدولة السورية. عين العقل اللي بتقوم فيه حاليا ميليشيات قسد وميليشيات قنديل هي الانسحاب باتجاه شرق الفرات بدون ما يصير دم جديد. أنا على الصعيد الشخصي والله العظيم وأقسم بالله أحب على قلبي تجتمع كل ضباط النظام البائد وتنوجد وتنفنى وتنباد كلياتها، ولكن هون الرسالة الموجهة باتجاه ميليشيات قسد، واللي منأكد ومنعيد ومنكرر بأنه قسد لا تمثل الأكراد. الشعب الكردي وأهلنا الأكراد ما بتمثلهم تنظيم إرهابي أو تنظيم بيتبع لقيادات خارج البلد عم تعمل على تسيير وتخريب جميع الاتفاقات فيها. إلى جميع أهلنا المتواجدين نتمنى لهم السلامة والابتعاد عن مناطق تجمع هاي الميليشيات الإرهابية. وشفتوا بعينكم هاي الأشخاص هن ضباط سابقين في المخابرات، معروف جرائمهم، معروف أسمائهم، معروف رتبهم بالكامل. هذا دليل على أنه الناس أو الطيور على أشكالها تقع، وهدول ما هم طيور، هدول كلاب، لأنه هذا مثل هذا الضابط وغيره هذا بيعرف بيعوي بس. ومثل ما أنا شايفك راح تكون عم بتعوي إذا كنتوا بنفس المكان وبنفس العقلية وبنفس التوجه. سلام. لوين رايحين لوين؟ على الساحل، والله على الساحل جايكم يا عبصات. نعوّ لك كنيتكم اشتهيتوا للتعوي. هدول ضباط وعناصر من نظام الأسد البائد، بالأخص مختصين بأفرع المخابرات. هدول حاليا متواجدين في منطقة دير حافر، وعم بيهدد انه بده يجي على الساحل، وشاف بعينه كل شيء. مجرمين ايش صار فيهم. هيئة العمليات العسكرية تعلن بأن منطقة دير حافر ومحيطها منطقة عسكرية، وأي تجمع لميليشيات قسد وميليشيات قنديل هي هدف رئيسي وأساسي لوزارة الدفاع. نهيب بأهلنا المدنيين المتواجدين بالقرب من المناطق العسكرية التي تتواجد فيها ميليشيات قسد الابتعاد عن أماكن تجمعاتهم، وأي تجمع وأي حشود جديدة لميليشيات قسد المنطقة التي تتواجد فيها ابتعاد المدنيين عنها. على ما يبدو بأن الميليشيات القنديلية عم بتدق آخر مسمار بنعشها لميليشيات قسد بعد الأوامر القنديلية بأنه تتوجه هي الحشودات باتجاه دير حافر، بدل من أنه ميليشيا قسد تعمل على تطبيق الاتفاقات مع الدولة السورية. عين العقل اللي بتقوم فيه حاليا ميليشيات قسد وميليشيات قنديل هي الانسحاب باتجاه شرق الفرات بدون ما يصير دم جديد. أنا على الصعيد الشخصي والله العظيم وأقسم بالله أحب على قلبي تجتمع كل ضباط النظام البائد وتنوجد وتنفنى وتنباد كلياتها، ولكن هون الرسالة الموجهة باتجاه ميليشيات قسد، واللي منأكد ومنعيد ومنكرر بأنه قسد لا تمثل الأكراد. الشعب الكردي وأهلنا الأكراد ما بتمثلهم تنظيم إرهابي أو تنظيم بيتبع لقيادات خارج البلد عم تعمل على تسيير وتخريب جميع الاتفاقات فيها. إلى جميع أهلنا المتواجدين نتمنى لهم السلامة والابتعاد عن مناطق تجمع هاي الميليشيات الإرهابية. وشفتوا بعينكم هاي الأشخاص هن ضباط سابقين في المخابرات، معروف جرائمهم، معروف أسمائهم، معروف رتبهم بالكامل. هذا دليل على أنه الناس أو الطيور على أشكالها تقع، وهدول ما هم طيور، هدول كلاب، لأنه هذا مثل هذا الضابط وغيره هذا بيعرف بيعوي بس. ومثل ما أنا شايفك راح تكون عم بتعوي إذا كنتوا بنفس المكان وبنفس العقلية وبنفس التوجه. سلام.